طيب طيب طيب. الله يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. خلاص يا ستي خلاص صحينا، والله العظيم صحينا والحمد لله. ده مش اسمه كلام ده ابدا، بقالي نص ساعه بصحي فيكم. انتوا ايه نايمين تحت السرير؟ لا يا فندم، نايمين تحت البلاط. مش معقول ابدا. ايه ده، انتوا مش وراكم شغل ولا ايه؟ والله اليومين دول بصراحه اجازه، ما عندناش شغل. يا سلام، ليه بقى؟ اصل الست زي ما انت راسيه واخده اجازه وضع. وحضرتك؟ والله هقول لها ايه دي، بس واخد اجازه مرضيه. ايه ده، لكن انت صحتك زي البومبا اهي. يا ستي بس انت ايه، انت ايه خدامه ولا كوميسيون انت؟ شيء غريب. الله، على فين كده يا ست ناهد؟ على فين يعني ايه؟ ودي عايزه سؤال يا استاذ؟ على السينما بالطبع. سينما؟ ايوه، الفيلم بتاع جيمس دين هيخلص بكره ولازم اشوفه النهارده. امر لله. اتفضلي يا ست. ميرسي. ها، جهزت الغدا يا ناهد؟ كمان ربع ساعه. لكن انا مش سامعه احس وابور في المطبخ ولا حاجه. وابور ايه؟ الوابور اللي بنطبخ عليه. امال هنطبخ على ايه؟ على بابور السبرتو؟ تطبخوا. متاسفه، اصلي ما عنديش فكره عن حكايه الطبخ دي كمان. يا خبر، امال هنتغدى ازاي؟ والله انا اتكلمت مع المطعم بالتليفون وطلبت منه لسه الغدا وهتوصل بعد ربع ساعه. مطعم؟ الو، الشركه المتحده؟ ايوه يا فندم. اديني مدام وفاء من فضلك. خليكي معايا يا مدموزيل ثانيه واحده. الو، مين يا فندم؟ انا ناهد. ايه خير يا ناهد، في حاجه؟ اي، الولد بقاله ساعه بيعيط ومش مخليني اعرف انام ابدا. تسمحي تيجي تشوفي لك حل معاه؟ لا لا لا، ده مش اسمه كلام ابدا يا مجدي. بقى شوف اما اقول لك، البنت دي هتطير عقلي خلاص. وهي هتطير عقلك لوحدك؟ انا خلاص عقلي طار. تصور يا مجدي، تصور ايه؟ اجي امبارح من الشغل الاقيها نايمه في سريري ولابسه الرابدو شامبر بتاعي وسايبه الولد ينفلق من العياط في اوضته، ولما جيت اكلمها ما خلصتش منها. امال انا اقول ايه بقى؟ علبه السجاير بتاعتي يا ست هانم من ساعه ما اوصل البيت تستلمها، السيجاره ورا السيجاره لحد ما تشطب عليها. ما هو كله منك يا سي مجدي. مني انا؟ ليه بقى يا ستي؟ ايوه، ما بتشخطش فيها كده زي كل الناس ما بتشخط في اللي بيشتغلوا عندهم. اشخط فيها؟ طب وانت ما بتشخطيش فيها ليه بقى؟ يعني اشخط فيها وتحت مسؤوليتك؟ اشخطي فيها ان شاء الله حتى تركبيها 60 عفريت. لكن قولي لي هنا، ايوه، على ايه الهم ده كله؟ لزومه ايه الشخط والنطر ده؟ الحكايه يا ستي مش حابه للمحاولات دي كلها. امال عايزني اعمل ايه؟ مشيها يا ستي، مشيها. امشيها؟ ايوه تمشيها. اسمعي، انا هقول لك على حاجه. طب قول. النهارده انت ايوه، بعد ما انا يعني بعد ما اخرج، ايوه، بعد ما اخرج انا بالسلامه ان شاء الله، ان شاء الله. تروحي نادها عليها كده بالذوق. إيه؟ بالذوق. طيب، وتقعديها جنبك. وبعدين؟ ايوه، وبعدين تروحي مكلماها في الموضوع. يعني اقول لها ايه؟ تقولي لها مع السلامه. يا خبر، دي كانت تاكلني. دي متوحشه مفترسه. يا شيخه يا شيخه ما تاخديش في بالك، بس انت زي ما قلت لك خديها بالذوق وبالسياسه. طب وان ما وافقتش؟ ما وافقتش؟ ما توافقش ازاي دي؟ هو ده معقول؟ اسمعي. ايوه، اسمعي. ايوه، نعم. اذا فرضنا انها تلحمت وما رضيتش تزق عجلها بالذوق، هتعمل ايه؟ ولا حاجه. افندم، حضرتك بتوجهي الكلام ده ليا انا؟ ايوه ليك يا ناهد. شيء غريب. ما هو يا حبيبتي زي ما قلت لك بالظبط، المكتب الايام دي حالته نايمه وايراداته انخفضت للنص، وبصراحه احنا عاوزين اليومين دول نوفر شويه من المصاريف. والمصاريف اللي انتوا عايزين توفروها دي ما تتوفرش الا من حسابي. ما هو يا ناهد شويه من هنا وشويه من هنا
تقوم المسألة تمشي. والله انا بصراحه مش موافقه على الكلام الفارغ ده. يعني ايه يا ناهد؟ يعني كان لازم حضرتك تعرفي ان اللي بتقوليه ده مش اصول. ليه يعني؟ طبعا كان لازم تبعتي لي انذار موصي عليه بعلم الوصول قبلها بشهر على الاقل. ولزومه ايه الانذار؟ هو الكلام بالبق ما ينفعش؟